في هذا الفيديو سنتحدث عن بعض التفاصيل لملعب الدار البيضاء الكبير. لقجع يكشف تفاصيل مميزة عن ملعب الدار البيضاء الجديد. إذا كنت مهتما بمعرفة المزيد فتابع معنا الفيديو. أكد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن الملاعب المتواجدة بالمغرب ستعرف مجموعة من الإصلاحات قبل نهائيات كأس العالم 2030 مع بناء ملعب جديد كبير في مدينة الدار البيضاء. وقال رئيس جامعة الكرة في تصريح لصحيفة الشرق: كل الملاعب اللي غتحتضن كأس العالم إن شاء الله سنة 2030 لن تقل طاقتها الاستيعابية عن 55 إلى 60 ألف متفرج. هذا هو الحد الأدنى. الملعب الوحيد الذي سيشيد من جديد هو ملعب الدار البيضاء الكبير، وغادي تشيد بمدينة بن سليمان المجاورة للدار البيضاء، ويكون يتسع لأكثر من 110 ألاف متفرج ما شاء الله ما شاء الله، وسيجعله مؤهلا لاستضافة أهم حدث في كأس العالم. الملاعب المغربية ستعرف عدد من الإصلاحات والترميمات تجعلها مؤهلة لا من حيث الكم أي عدد الجماهير، حيث أن جميع ملاعب المونديال لن تقل طاقتها الاستيعابية عن 55 ألف متفرج. وأضاف المتحدث نفسه: الملعب الوحيد الذي سيتم تشييده هو ملعب الدار البيضاء الكبير بمدينة بن سليمان المجاورة للبيضاء، وسيتسع لأكثر من 110 آلاف متفرج، وسيجعله مؤهلا لاستضافة أهم حدث في كأس العالم.